من ملاعب كرة القدم في تونس والسعودية إلى محراب المسجد في مدينة صفاقس. هذه قصة اللاعب السابق محمود بن صالح. اليوم باش نحكي لكم على قصة لاعب تونسي كانوا يعرفوه الناس في الملاعب، اليوم يعرفوه المصلين في الجامعة. محمود بن صالح مدافع محوري سابق، لعب سنوات مع النادي الرياضي الصفاقسي وانتوج مع الفريق بعض الألقاب وخلى بصمته في دفاع CSS. المسيرة متاعه ما وقفتش كان في تونس، بل زاد خاض تجارب احتراف في السعودية مع برشا أندية، من بينها ضمك، البكيرية، الرياض، الدرعية والترجي السعودي. اليوم محمود بن صالح اختار طريق آخر بعيد على ضغط الملاعب، ولا يؤم الناس في صلاة التراويح في جامع الفاروق بمدينة صفاقس خلال شهر رمضان. من لاعب يدافع على الألوان في الميدان إلى إمام يقرأ القرآن ويقود المصلين في الصلاة، قصة تعطي مثال البرشا ملاعبية. من ملاعب الكرة إلى محراب المسجد، شنو رأيكم في قصة محمود بن صالح؟ سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.